في الحياة اليومية ديالنا كنتلاقاو مع بزاف ديال الناس غرباء، سواء في القهاوي ولا في الجرادي ولا في الصفشات ديال النوبة مثلا. بيفور وي جو، الفيلم كيحكي على هاد الناس اللي كنتلاقاو معاهم يوميا، واللي يقدر يكون بينهم شي شخص عنده نفس التفكير ديالنا وغنتفاهموا معاه بالجهد، غير الحياة اللي ما جمعتناش به. اول لقطة في الفيلم محطة ديال المترو، وهاد الصاد كيعزف الناس اللي دايرين به. كريس ايفانس واليس صوفيا هما الشخصيات الرئيسية ديال هاد الفيلم. هاد السيدة تسرق ليها الصاك وتهرس ليها التليفون ومشى عليها المترو، وزيادة على ذلك ما كتعرف حتى شي واحد في نيويورك. كريس غيقترح عليها باش يعاونها، ولكن للاسف هو براسو ما هاش معاه فلوس والكارت بونكير خاويه. غتعصب وغتمشي في حالها، ولكن حيت هو فيلم رومانسي غيتصالحوا، وفاش غيسولها على سميتها غتعطي اسم غلط. ما عرفتش صراحه علاش دارت بحال هكا، ولكن كيف ما كيقول جون بول سارتر، الاخر عباره عن جحيم. يمكن هاد السيده كتبنى المبادئ ديالو، واخا كتهضر معاه دايره اتونسيون منه. اما بالنسبه لكريس كيبان شخص مزيان كيبغي يعاون الناس، واللي العكس ديالها تماما. فاش غيبغي كريس يجيب ليها ساكا من عند الناس اللي سرقوه غيضربوه في وجهه. تما العلاقه ما بين هاد الجوج غتزيد تعزز، وغتقول ليه الاسم الحقيقي. هو صراحه ما جابش ليها الساك، ولحد الان باقي ما عاونها في والو، ولكن هي بدات كترتاح ليه شويه بشويه، وغتبدا تعاود ليه على راسها لسبب واحد فقط، لانه كيحاول. في واحد اللحظه غتقول ليه بلي خاصها ترجع لبوسطن قبل ما يرجع راجلها للدار، حيت اذا سبقها زواجهم غيسالي. كريس بالو غيمشي بعيد وغيسحب ليه بلي كتخون راجلها. انطلاقا من ديك شويه المعلومات اللي عنده غيخرج باستنتاج من صنع الخيال ديالو، ولكن الحقيقه ديال الموضوع اذا راجلها سبقها غيلقى واحد الرساله كتشرح ليه فيها بلي صافي عرفات العلاقه ديالهم مع واحد السيده، وبلي كلشي سالا. هاد المعلومه خونا ما عارفهاش، غتعصب وغتمشي في حالها، وحيت هو فيلم رومانسي غيعاودوا يتصالحوا. الوجود ديال كريس في نيويورك ما جاش بمحض الصدفه، لوبجيكتيف ديالو هو يتلاقى بالاكس من بعد 6 سنين. هاد السيده كان شرا لها خاتم، ولكن هي خلاتو مشات تعيش في مدينه واحده اخرى. غيبيع داك الخاتم وبفلوسو غيشري ساكسوفون. هاد الاله الموسيقيه هي الحاجه الوحيده اللي غتبقى تفكروا فيها، واللي كيبين على انه من بعد هاد المده كامله باقي كيبغيها وباقي ما نساهاش، ولكن واخا هكاك باقي متردد واش غيتلاقاها ولا لا. بروك غتبيعوا العجل وغتقنعوا باش يتلاقى بها، ما تعرف تكون ندمات لطالما ان الهروب اسهل من مواجهه المشاكل ديالنا. ولكن للاسف خطيبته القديمه حامل، يعني يكب الماء على كرشه. كيف ما تقبل الغياب ديالها لمده 6 سنين غيعاود يتقبل الغياب ديالها بصفه نهائيه، وما غيبقاش يحمق راسو من اجل شخص عايش الحياه ديالو فرحان، وخا صراحه باقي كيبغيها. وهنا غادي نرجعوا لسارتر اللي كيقول باللي الحب بوحدو ما كافيش، الانسان خاصو يعطي ويستقبل الحب في نفس الوقت. وهذا الشيء ماشي شي حاجه اللي مضمونه، حيت الانسان كائن حر ما يقدرش يلزم عليها باش تبغيه. شنو هي الحاجه اللي كتميزه هو بالضبط على الناس الاخرين، اللي غتخليها تختارو من بين 8 المليار ديال البشر؟ وسط من دوك بزاف ديال الناس اللي كتلاقى معاهم يوميا، واحد النهار غتلاقى مع شي شخص اللي غتفاهم انت وياه بالجد. نفس البلان اللي وقع لكريس وبروك، ولكن هي ما بغاش تعاود نفس الغلط ديال راجلها، غتسامحو وغترجع لبوسطن. اما بالنسبه لكريس ما عنده ما يخسر، غيكمل حياته بحال ما وقع والو. شكرا على المشاهده ديالكم، ونتلاقاو في حلقه جديده من كافي سينما.